والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من الذكر تقديم باذن الله تعجبكم. خيبه امل وحسره شديده بالنسبه لتونس والسعوديه. قصاد كده فرحه هستيريه بتاهل اسود الاطلس، جنون فظيع في المجموعه الخامسه. اهم حاجه قبل ما نكمل الفيديو انزل واعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدا. اول حاجه تقريبا نفس بدايه الفيديو اللي فات، وان احنا نبارك للمنتخب المغربي وكل جماهير المغرب بسبب التاهل لدور ال 16 لمره تانية في تاريخهم. بس ده مش مجرد تاهل عادي، انما المغرب بتاهل كمتصدر في مجموعه فيها كرواتيا وبلجيكا ب7 نقط بعد فوزين وتعادل، ويقدر يقابل المتصدر الاسباني في دور ال 16 بعد روح استثنائيه واداء جماعي فظيع جدا يوضح المنتخب ده فيه امكانياته ويقدر يمشي بعيد في المونديال. بالنسبه لباقي العرب للاسف فنبدا بمنتخب تونس. منتخب تونس يغادر مونديال قطر بعد الفوز على فرنسا بطل العالم. طبعا في ناس هتقول لك فرنسا بدأت بالدكة، صحيح فرنسا بدأت بالدكة ومش باللعيبة الأساسية، بس يحسب للمدرب يحسب للعيبة الضغط والشجاعة والجرأة اللي هم لعبوا فيها قدام بطل العالم. للأسف منتخب تونس ما خسرش التأهل بعد ماتش فرنسا، إنما هو خسر التأهل بعد ماتش استراليا. كان نفسي أشوف الشجاعة، كان نفسي أشوف الروح العالية، كان نفسي أشوف الشراسة في الهجوم. صحيح كانوا هما مستحوذين ضد استراليا، بس ما كانش بنفس الطريقة اللي كانوا لعبوا بيها ضد فرنسا. لو كان لعبوا ضد استراليا كانوا يقدروا يتأهلوا، بس للأسف ما حصلش نصيب. اما بقى بالنسبه للمنتخب السعودي فحزين جدا ان هم ما قدروش يتاهلوا، خصوصا ان هم عملوا ماتشين كبار جدا ضد الارجنتين وبولندا. للاسف زي ما كنت خايف بدنيا المنتخب السعودي ما كانش افضل حاجه ضد المكسيك، زائد الاصابات، زائد ان رينار كمان الماتش ده يعني تحسه ما كانش بيديره باحسن طريقه زي الماتشين اللي فاتوا. للاسف كل العوامل دي قضت على المنتخب السعودي، والمنتخب السعودي ما قدرش يتاهل وضاع حلم التاهل لدور 16. وتأهلت بولندا المحظوظة جدا، اللي هو حرفيا منتخب السعودية لما لقوا نفسهم مش هيتأهلوا قالوا خلاص هناخد المكسيك معانا ونعكنن عليهم زي ما عكننوا علينا. آخر حاجة يا جماعة، ايه الجنون اللي بيحصل في المجموعة الخامسة دي؟ يعني مثلا مش الجنون ان اليابان تتأهل كمتصدر ولا ألمانيا تطلع من دور المجموعات للمونديال التاني على التوالي، انما الجنون في لحظة في الماتشين ان كوستاريكا كانت كمان كسبانة غير ان اليابان كسبانة، فكان هيقدر يتأهل اصلا اليابان وكوستاريكا من المجموعة فيها ألمانيا واسبانيا. متخيل اصلا المنتخب اليابان يكسب ألمانيا واسبانيا؟ وعكس ما كنا كلنا متوقعين ان اسبانيا هي اللي هتخدم ألمانيا وتكسب اليابان، انما ألمانيا هي حرفيا اللي خدمت اسبانيا. فشكرا جدا لألمانيا ويشكروا ان هم يخلوا اسبانيا تقدر تكمل في المونديال. وبالنسبه بقى لألمانيا وتفكيرها بره الكوره والقضايا، خليهم هم يفكروا في الحاجات دي. وفاكر انا تصريح مضحك لهانز فليك قال لو احنا فزنا بالمونديال فاحنا مش هنحتفل بقطر، فديك اصلا طلعت من دور المجموعات وروح بقى احتفل مع نفسك. في انتظار بقى اي مفاجآت ممكن تحصل في اخر مجموعتين في اخر يوم من دور المجموعات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد شديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.